دايما بنحس إننا فاقدين المتعة في حاجات كتير في حياتنا، حتى الحاجات اللي المفروض تبسطنا أو تفيدنا. كل نشاط محتاج تركيز أو مجهود بيبقى تقيل. فجأة الملل بيبدأ يدخل، إحساسنا بيقل، التركيز يختفي. أي خطوة صغيرة كنا بنستمتع بيها زمان بقت تقيلة وبهتة. كل فكرة جديدة في البداية كانت ممتعة، دلوقتي بتبدأ تبان مملة. كل دقيقة جهد كنا بنحس بيها دلوقتي بتبقى تقيلة. المخ مش بيستجيب بسهولة للحوافز الخارجية. إحساسنا بالمتعة الطبيعي اتغير فجأة. كل حاجة مفيدة أو طبيعية بتبقى باهتة، وده كله مرتبط بالدوبامين. الدوبامين هو اللي بيخلينا نحس بالمتعة والتركيز والإنجاز. المخ مش نظام ثابت، المخ بيتأقلم بسرعة على المكافآت. كل ما خدتها بسهولة أو بسرعة، كل ما أي نشاط طبيعي يبقى باحت. والمخ دلوقتي اتعود على دفعات كبيرة وسريعة من المكافآت، من السوشيال ميديا، الفيديوهات القصيرة، الألعاب، الإشعارات. كل المحتوى السريع ده بيدينا شعور عالي بالمتعة مؤقت، لكن المخ بيتعود بسرعة وبيبدأ يفتقد الإحساس الطبيعي بالحياة. وده السبب اللي بيخلي أي نشاط مفيد زي المذاكرة، الشغل، الرياضة أو أي مشروع صغير يبان تقيل وباهت. الكتاب بيقول إحنا عايشين في زمن اسمه أمة الدوبامين. المخ محتاج مكافآت عالية وسريعة طول الوقت، وده بيخلي أي نشاط طبيعي أو مفيد يبان ممل مهما كان ممتع في الأول. الدوبامين بيطلع بسرعة لكن بيختفي بسرعة، وكل مرة تحس إنك محتاج محتوى أقوى أو أسرع أو أغرب علشان ترجع تحس بالإحساس ده. والمشكلة الأكبر إن المخ لما يتعود على المكافآت السريعة والمتكررة مش بيستمتع بالحاجات الطبيعية بسهولة. التوازن الطبيعي للمخ بيجي من انتظار المكافأة وبذل المجهود، والمكافأة بعد الصبر. لما المكافأة سهلة أو سريعة، المخ يفقد القدرة على الاستمتاع. وأكبر غلطة بيقع فيها الناس إنهم يحاولوا يهربوا من الملل بالمحتوى السريع زي الفيديوهات والسوشيال ميديا، وده بيزود الإدمان على المتعة السريعة، وبيخلي المخ أكثر اعتماداً على المكافآت السريعة. وده بيأثر على التركيز على أي حاجة مهمة، على حياتك العملية والصحة النفسية، وبيولد إحساس مستمر بالفراغ والملل. أكتر حاجة خطيرة دلوقتي إنك تعيش من غير ما تحس بالحياة. الحل مش في الحرمان التام ولا منع كل حاجة. الحل في إعادة ضبط الدوبامين، تجربة المكافآت بعد المجهود، استحمال الملل شوية، ومقاومة الرغبة، مش علشان تحرم نفسك لكن علشان تنقذ المخ وتستعيد إحساسك بالمتعة الطبيعية. القصص في الكتاب عن ناس كانوا غرقانين في الإدمان الرقمي والإفراط في المتعة، ولما رجعوا يقللوا من المحتوى السريع رجع لهم الإحساس بالحياة. الرياضة بقت ممتعة، القراءة بقت ممكنة، الشغل رجع له طعمه، مش لأن حياتهم اتغيرت فجأة لكن لأن مخهم اتوازن تاني. أمة الدوبامين مش محتاجة متعة أكتر، محتاجة صبر ووعي وشجاعة تقول كفاية. أكتر حاجة خطيرة دلوقتي مش الألم، لكن إنك تعيش من غير ما تحس بالحياة. الحاجة البسيطة زي إنهاء صفحة في الكتاب أو حل مسألة صغيرة كانت بتديك شعور بالإنجاز، بقت دلوقتي بهتة. المخ محتاج تحديات حقيقية، مجهود حقيقي، وانتظار حقيقي للمكافأة علشان تحس بالحاجات بطريقة طبيعية. ده مش كلام تحفيزي، ده علم وبيولوجيا المخ، وما ينفعش تتخطاه بسهولة. لما تتعلم تعيش تجربة المكافأة بعد المجهود، تحس بالإنجاز الحقيقي والفرحة الحقيقية، مش المؤقتة على السوشيال ميديا أو الفيديوهات القصيرة أو الألعاب السريعة. كل خطوة صغيرة بتحس بيها بالتحسن، كل مقاومة للرغبة بتقوي المخ، كل لحظة صبر على الملل بتكسبك الإحساس بالحياة. الكتاب بيحكي تفاصيل دقيقة عن إزاي ناس قدروا يرجعوا مخهم للتوازن، وإزاي المخ البشري مصمم أصلاً عشان يتحمل الملل ويستنى المكافأة. أي حد يحاول يفهم نفسه ويستعيد سيطرته على دوبامينه يقدر يرجع إحساسه بالحياة، يقدر يرجع يستمتع بالقراءة، بالشغل، بالرياضة، وبأي نشاط طبيعي كان ممتع زمان. كل ده مش محتاج معجزات، محتاج وعي وتطبيق وفهم علمي للموضوع. وبعد كده هتحس بالفرق الكبير، وهتشوف الحياة بشكل مختلف، وهتحس بالرضا حتى في أبسط الأمور. كل لحظة مجهود، صبر وعمل واعي هتحس بالمتعة الحقيقية، وهتعيش حياة فيها شعور وفرحة حقيقية مش مؤقتة.
المخ البشري أداة قوية ومصممة بطريقة عبقرية. لو عرفنا نتحكم في دوباميننا ونفهم طبيعة المكافأة ونقدر نصبر ونستحمل الملل، هتلاقي حياتك اتغيرت والإحساس الحقيقي رجع لك، وكل خطوة صغيرة عملتها النهاردة هتحس بيها بكامل القوة وبالمستقبل اللي ممكن تحققه. ده درس الكتاب اللي بيحاول يوصل لنا ليه. احنا محتاجين نفهم الدوبامين ونسيطر عليه، مش بس عشان نبطل الإدمان، لكن عشان نستعيد متعة الحياة الحقيقية ونعيشها بكل تفاصيلها. كل لحظة مجهود، صبر ووعي، وكل مرة نقاوم فيها الرغبة في الملل أو الهروب للمحتوى السريع، بنقوي المخ وبنرجع السيطرة على إحساسنا، وبنستعيد المتعة الحقيقية، وبنكتشف إن الحياة الحقيقية فيها تفاصيل بسيطة لكن مليانة طاقة وفرحة. كل تجربة صعبة أو مجهدة أو ملل كنا بنهرب منه بيبقى دلوقتي فرصة نعيش المكافأة الحقيقية ونحس بالإنجاز وبالرضا. كل خطوة صغيرة بنعملها النهاردة بتحسسنا بالقوة والتحكم في حياتنا. إحنا مش بنستنى المتعة تيجي من بره، إحنا بنخلقها من جوه المخ. إزاي نعيش اللحظة ونستمتع بيها ونحس بالإنجاز الحقيقي مش المؤقت؟ ده اللي الكتاب بيوريه لنا. المخ محتاج مزيج من الصبر والمجهود الحقيقي والمكافآت المنتظرة. لما نطبق ده في حالاتنا اليومية هتحس كل نشاط طبيعي أو مفيد بيبقى ممتع تاني. المذاكرة، الشغل، الرياضة، القراءة، أي حاجة كنا بنستمتع بيها زمان بترجع تاني طعمها. كل ده مش مجرد كلام تحفيزي، ده علم المخ وبيولوجيا المخ. كل خطوة صغيرة، مجهود، صبر ومقاومة رغبة الملل هتغير حياتك وتخليك تعيش المتعة الحقيقية وتستعيد إحساسك بالحياة. زي ما الكتاب بيقول،